عرفنا أخيرا السبب الحقيقي وراء هزيمة المنتخب المصري من منتخب تونس 3-1. والسبب إن الأهلي ما بيلعبش الإسماعيلي في الإسماعيلية. عبث ما بعده عبث، وهزار ما بعده هزار. وطول ما المنظومة في مصر، منظومة الكرة في مصر بنفس الشكل ده وبنفس التصريحات اللي بتطلع واللي بنسمعها، مش هنشوف خير في الكرة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية طبعا بحب ارحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. وزي ما قلت، طول ما بنسمع التصريحات دي وبنشوف مبررات فاشلة، حال الكرة المصرية مش هينفع. بتمنى في البداية طبعا عايز اوجه رسالة لجماهير المارد الاحمر او من الناس اللي هتشوف الفيديو تدعمنا بالشير، عشان وتدعمنا كمان بالاشتراك في القناة عشان الفيديوهات توصل لكل الناس. في البداية هنتكلم على هزيمة المنتخب المصري امام تونس امبارح 3-1. ومن امبارح لغاية النهاردة بنسمع تصريحات غريبة وعجيبة من ناس كلهم زملكاويه، خالد الغندور ورضا عبد العال وحازم امام، حتى المدير الفني للمنتخب المصري كله بيعلق شماعه فشلهم على النادي الاهلي. النادي الاهلي هو دلوقتي المسؤول عن هزيمه منتخب مصر، مع ان كل التصريحات دي بتدلل على عجز المدير الفني وعجز الاتحاد الكوره وعجز كل من يعني ايه كل المسؤول عن الاداره في مصر بخصوص الكوره. يعني النادي الاهلي هو السبب دلوقتي في هزيمه المنتخب المصري، عشان 4-5 لعيبه غابوا من الاهلي على المنتخب. الدنيا خربت وباظت، الدنيا خربت وباظت. طالع رضا عبد العال بيقول لك يعني ايه لعيبه الاهلي تسيب المنتخب وتسافر مع الاهلي؟ الكوره في مصر عمرها ما هتصلح حالها طول ما المسؤولين خاضعين للاهلي. لا يا كابتن رضا، حال الكرة في مصر مش هتصلح طول ما فيها امثالك، طول ما فيها ناس زيك بيتكلموا بالطريقه دي وبالاسلوب ده، طول ما فيها طريقه الكلام دي بتبين جهلك وعدم قدره المنتخب المصري على ان يكون في بديل كويس للمنتخب. فين المحترفين بتوع اوروبا؟ اللعيبه المصريه اللي محترفه في اوروبا فينهم؟ فين لعيبه الزمالك ولاعيبه بيراميدز؟ ما بتتكلموش عليها ليه؟ وراجع برضو رضا عبد العال بيقول الاهلي المسؤول الاول عن خساره المنتخب مع فيتوريا. هل الاهلي يقدر يعمل كده مع علي معلول اللي لعب قدامنا؟ ولا الاهلي اهم من منتخب مصر؟ لا، الاهلي مش اهم من منتخب مصر. وانت باصص على علي معلول اللي لعب ماتش تونس؟ لما عندك الو ديانج ما لعبش مع مالي. اشمعنى يعني علي معلول اللي بتتكلم عليه؟ هو علي معلول هو اللي اتسبب في الثلاث اجوان اللي دخلوا فينا مثلا؟ لا، الهزيمه باينه، الاداء باين، مش الاهلي هو اللي مسؤول. كل اللي ماسك في اتحاد الكوره والمسؤول عن منتخب مصر هو اللي مسؤول، واولهم حازم امام. يا كابتن رضا، قول كلام الناس تسمعه منك. يعني انا لما نزلت البوستات دي عندي على الصفحه، الناس معلقه لك شويه كلام، يا ريت تسمعهم وتشوفهم عشان تعرف ان انت بتقول اي كلام وخلاص. انت بتقول اي كلام وخلاص. يعني هنقول تصريح حازم امام بيقول لك سبب الهزيمه امام تونس اولويه اللاعبين لازم تكون للمنتخب، والاجواء التي كانت محيطه بالمنتخب ما كانتش كويسه بسبب كثره الكلام على عدم اهميه المباراه اثيوبيا وتونس واراحه بعض اللاعبين. انت اول واحد السبب. انت اول واحد طلعت لعيبه الزمالك من المنتخب للزمالك، وانت السبب المشكله من الاساس. حازم امام هو سبب المشكله من الاساس. لو ما كنتش عملت ده مع الزمالك قبل كده ما كانش ده حصل مع الاهلي. ولا ايه يا كابتن حازم؟ ولا ايه؟ وترجع بعد كده تقول مش هنتهاون وما نتهاون. لا، انت ما تتهاونش. انت زي ما بتتهاونش مع الاهلي ما تتهاونش مع الزمالك لو انت عايز تتكلم كلمه حق. حتى روي فاتوريا يعني المدير الفني لمنتخب مصر بيقول لك ترك لاعبين الاهلي في حين رفض تونس ترك علي معلول، وجنوب افريقيا ورفضت رحيل بيرسي تاو ومن الجيد ان الجميع يعلم هذا الامر بشكل واضح. طبعا احنا عارفين، بس ده دليل على فشل، دليل على عجزك.
دليل على انك عاجز تعمل بديل كويس للمنتخب. انت بقالك سنه ماسك منتخب مصر وبتلعب مع منتخبات ضعيفه. انت ما خسرتش ولا مباراه، بس انت ما واجهتش فرق قويه، ما واجهتش الجزائر، ما واجهتش السنغال، ما واجهتش فرق قويه وهتقابلها ان شاء الله في افريقيا. يعني تونس يعني منتخب مش من اقوى الفرق مع احترامنا ليه، بس انت اللي عجزت عن ان انت تعمل بديل لمنتخب مصر. يعني كارلوس كروش المدير الفني لمنتخب مصر اللي فات كنا بنشوفه بيجيب لعيبه ما كناش شايفينها قبل كده. يعني جاب لعيبه للمنتخب ما كناش شايفينها قبل كده وبانت وظهرت. لعيبه بقى من فيوتشر ولعيبه من سموحه ولعيبه من هنا ولعيبه من هنا، وكان بيجيب لعيبه يجربهم. لكن انت من ساعه ما مسكت المنتخب مش شايفين طريقه معينه، مش شايفين اسلوب معين. الماتش الوحيد اللي احنا شفنا فيه منتخب مصر يعني بيلعب كرة كويسه كان في ماتش بلجيكا. لكن انت يعني مفيش لمسه، مفيش اداء بنشوفه. في حد يصدق ان محمد صلاح لما يكون بيلعب في منتخب مصر ما نلاقيش جماهير في الاستاد؟ ده الناس بره لما يكون محمد صلاح بيلعب بتروح تتفرج عليه مخصوص، بتروح وتدفع فلوس عشان تتفرج على محمد صلاح. انتوا كرهتوا الناس في انها تتفرج على منتخب مصر. فين جمهور مصر من المنتخب؟ ما عشان الناس شايفه سوء الاداء وسوء النتيجه، وشايفه الحاجات اللي بتحصل من تحت لتحت من المسؤولين. بقى الناس خلاص زهقت، ما بقاش في امل. الناس مش عايزه تروح تتفرج على منتخب مصر، يعني تتفرج على ماتش الاهلي ولا ماتش منتخب مصر. وانت هتعرف الفرق، وهتعرف ان مفيش شغف للمنتخب، الناس خلاص يعني فقدت الشغف من اللي احنا بنشوفه بقى من اداء، بنشوفه من مسؤولين، بنشوفه من مدير فني. فيعني تصريحات. يعني النهارده طلع الاهلي هو اللي خرب الدنيا، الاهلي هو اللي مسؤول عن هزيمه منتخب مصر، الاهلي هو اللي يعني عمل بلاوي بسبب هزيمه وسبب الهزيمه الاساسي هو فشل في مدير الفني، هو سوء اداء اللعيبه اساسا. مش ان اللعيبه بتاعت الاهلي ما راحتش المنتخب. كلنا شفنا اداء المنتخب امبارح. بس انا كل اللي ملاحظه موضوع ان الاهلي هو اللي مسؤول عن هزيمه المنتخب. ليه؟ هو من غير الاهلي مفيش منتخب؟ كل الكلام اللي انتوا بتقولوه سواء رضا او حازم او كمان خالد الغندور، يعني خالد الغندور طلع بتصريح بيقول لك عندما هاجمت طلب الاهلي بعدم ضم لعيبه المنتخب الناس هاجمتني وفي الاخر طلع كلامي صح وخسرنا من تونس. بيقول لك بيقول بقى انا اعلامي اشير الى الاخطاء والازمات قبل حدوثها، مش اي كلام وخلاص. طب حضرتك دلوقتي ما هاجمتش ليه الزمالك لما طالبوا لعيبه الزمالك يروحوا من المنتخب للزمالك؟ ما هاجمتوش ليه؟ سؤال. يعني زي ما انت بتتكلم كده، انت بتقول عندما هاجمت طلب الاهلي، ما هاجمتش ليه طلب الزمالك؟ ما هاجمتوش ليه؟ ما قلتش ليه ما ينفعش لعيبه الزمالك تسيب المعسكر وتروح للزمالك؟ ما قلتش كده ليه؟ لان انت ما بتتكلمش عن الزمالك اساسا، وانت اذا كان وجودك على مواقع التواصل الاجتماعي وجودك بس عشان تتكلم عن الاهلي، وده شرف ليك عشان تلم بس مشاهدات وترندات وتسمع كلام يعني من اللي قلبك يحبه من جماهير الاهلي بس. لكن انت ما بتتكلمش على الزمالك ولا بتحل حاجه للزمالك ولا ليك لازمه اساسا ولا ليك دور اساسا، انت او غيرك من اللي بيتكلموا عن الزمالك او بيتكلموا. رضا عبعال زملكاوي ما بيتكلمش غير عن النادي الاهلي، خالد الغندور زملكاوي ما بيتكلمش عن النادي الاهلي، وغيره كتير. النهارده في ناس من يعني بعض جماهير نادي الزمالك لما نزلت بوست بتاع سيف جعفر ان هو بيشتكي الزمالك للفيفا، وقبليه برضو كنت منزل بوست على ان سامسون بيهدد بالشكوى للفيفا لو ما خدش مستحقاته. النهارده نزل على موقع يلا كوره، من الكلام مش من عندي لان الناس بتعلق لي وبتشتمني
يعني بعض من جماهير الزمالك وبيشتموا، يعني بيشتموا بالفاظ، بس طبعا صعب الواحد يرد على ناس زي دي اساسا، يعني صعب الواحد يرد على زي دي. وانا مش بجيب الاخبار من عندي، انا باخد الاخبار من مواقع بنزلها. بدل ما تشتمني انا، لا، رد على المسؤولين عندك في نادي الزمالك، قول لهم الناس دي ليه بتشتكيكم؟ ليه ما تدفعوش فلوسهم؟ يعني انت لو حضرتك كواحد زملكاوي شغال في مكان وما بتقبضش، هتعمل اكتر من اللي بيعملوه، اكتر من اللي بيعملوه 100 مره. مش شارع بس تشطر على واحد بينقل خبر او بيقول خبر وتشتمه بامه او بابوه، دي قله ادب. وهي نفس الثقافه اللي زرعها مرتضى منصور في جماهير الزمالك، هي دي نفس الثقافه، شتيمه والفاظ الواحد ما يعرفش يقولها اساسا. فهي الثقافه دي اللي بثها مرتضى منصور في بعض جماهيره، مش هنقول الجماهير كلها، عشان في ناس محترمه في نادي الزمالك، في ناس محترمه من جماهير نادي الزمالك، لكن في بقى شويه كده يعني اتسمموا من اللي بيسمعوه من مرتضى منصور. النهارده نزل خبر من يلا كوره على زيزو تخلف عن السفر مع بعثه الزمالك الى تنزانيا لمواجهه ارتا سولار اعتراضا على عدم صرف مستحقاته المتاخره. انا ليا ذنب في ده؟ انا اللي قلت له ما تروحش؟ انا اللي قلت له ما تسافرش؟ انا اللي منزل الخبر، موقع يلا كوره هو اللي منزل الخبر. ولو زيزو ما سافرش او تخلف عن السفر زي ما، والراجل بقاله 7 شهور ما بيقبضش وهاتا كتير في موضوع الفلوس ده بالنسبه لزيزو، وما تقدرش تلومه، يعني ما تقدرش تلومه، الراجل عايز فلوسه. مع ان نزل خبر قبل كده ان زيزو خلاص خد 10 مليون جنيه والمشكله اتحلت معاه، بس الخبر ده نزل النهارده. هل هم بقى الخبر الاولاني ده كان فيك او الخبر ده هو اللي فيك؟ الله اعلم. ده نازل على موقع يلا كوره. سيف الجزيري، سيف الجزيري طلع من اسبوع مع مهيب، قعد يتكلم على نادي الزمالك ده نادي كبير ونادي عظيم واتكلم كلام حلو قوي على نادي الزمالك. وبعديها بكام يوم راح اشتكى الزمالك في الفيفا بسبب مستحقاته، وسبب الشكوى بيقول ان الناس اللي ماسكه دلوقتي في نادي الزمالك ادت اللعيبه المصريين مستحقاتها ما عدا اللعيبه الاجانب، وانا واحد منهم. ده الكلام اللي قاله سيف الجزيري، مش انا اللي قلت، ده سيف الجزيري اللي قال، عشان بس ايه الناس اللي بتطلع تشتم. تمام؟ دلوقتي انت دلوقتي طالع وانت يعني في قلبك كده غصه من موضوع المستحقات، طالع بقى تتكلم وتضحك على جماهير الزمالك بكلمتين وتقول لهم ده النادي اللي عملني والنادي مش عارف ايه. لا، انت لو عايز قول انا والله مشكلتي 1 2 3، يا متى ما تتكلمش خالص. مش تطلع تتكلم يومين حلو، من اسبوع تطلع تقول كلمتين حلوين، والنهارده تروح تقدم شكوى في الفيفا. ده هتقول عليه ايه؟ عبث. ده ما يتسماش الا عبث من المسؤولين عن الكوره في مصر، اتحاد الكوره واللي ماسك المنتخب اللي هو حازم امام، تسيب ومدير فني ملوش شخصيه، وطالع بيبرر هزيمته على ان لعيبه الاهلي يا راجل في مدير فني لمنتخب مصر يقول كلام زي ده؟ فين شغلك انت؟ يعني فين شغلك انت كمدرب؟ ان انت لازم يكون عندك بديل قوي. اللي احنا شفناه في الدفاع ده امبارح من منتخب مصر كان طينه، سواء من علي جبر ولا لاعب الزمالك تاني حسام، والله ما فاكر اسمه، طينه. وطالع تبرر بان الاهلي هو اللي عشان لعيبه الاهلي هم اللي حضروش. لا، انت اللي عملت البوله دي. لما نزل صلاح وحبيت تريحه في ماتش اثيوبيا اللي برضه الاداء فيه وكسبنا فيه واحد بالعافيه، ده بيبين ايه؟ هو ده بيبين بقى قوه المدير الفني؟ يعني حد يرد عليا، ده بيبين قوه المدير الفني لمنتخب مصر؟ هل ده بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي هيعمل حاجه في بطوله افريقيا اللي جايه بالطريقه دي؟ يا ريت كل واحد يفكر في مصلحه الجميع، مش في مصلحه نادي واحد او مصلحه شخصيه، مش عشان اغيظ فلان اعمل حاجه تضايقه. لا، ما احنا لو فكرنا بالعداله من الاساس وفكرنا في المصلحه الواحده للمنتخب مش هيحصل ده كله. ولو بصيت ان النادي الاهلي الوحيد في مصر من بعد بطوله 2010 اللي خدناها بتاعت افريقيا، النادي الوحيد في مصر هو اللي بيفرح جماهير مصر، يعني هو اللي بيفرح جماهير الكره في مصر.
سواء بقى في افريقيا، في كاس العالم للانديه. هو الوحيد اللي يعني مشرف الكره المصريه بره. المنتخب مش شايفينه. هل اداء محمد صلاح في المنتخب، ومحدش يسأل من كلامي، هل اداء محمد صلاح في المنتخب زي اداؤه مع ليفربول؟ احنا شفنا امبارح وشفنا قبل كده كتير. مش صلاح اداء الماتش ده بس. في حاجه غلط، في حاجه مظبوطه. وانا قلت طول ما الناس دي موجوده بنفس الثقافه بنفس الاسامي، الناس دي كانت ماسكه قبل كده على فكره وما عملتش حاجه. انا مش عارف هم يعني رشحوا نفسيهم ليه وكسبوا ليه يعني. ومحدش بيمشي بمعدل واحد مع الفرق كلها، لا لازم يحصل يعني يحصل حاجات كده غريبه. وهو ده اللي يعني بينتجه في الاخر منتخب مصر. طبعا انا بس كنت حابب اعلق على موضوع رضا عبد العال وان الاهلي هو المسؤول، وكلام خالد الغندور ان انا هاجمت الاهلي في طلبه على لا، زي ما بتهاجم الاهلي هاجم الزمالك. وكابتن رضا الاهلي مش مسؤول، الاهلي ملوش دعوه. وكابتن حازم زي ما تتكلم عن النادي الاهلي او عايز تعمل حاجات تخدم نادي الزمالك، زي ما انت ما حضرتك قلت بنفسك ان انت بتعمل المستحيل عشان خاطر نادي الزمالك، لا احنا عايزينك تعمل المستحيل مع كل الانديه مش نادي الزمالك بس. وريل فوتوريا بقى لازم يراجع نفسه، لازم يشوف له قدر اللعيبه دي كانت مصابه او مش موجوده هتعمل ايه؟ يعني قدر اللعيبه دي لو يعني لعيبه الاهلي اللي انت بتتحجج بيهم او بتبرر فشلك بيهم مش موجوده او مصابه، هتعمل ايه؟ فكر في بديل. ما يبقاش شغلك الشاغل يعني هي مجموعه معينه اللي بتفكر فيها وخلاص. فانا وصلت لنهايه الحلقه. طبعا بتمنى من كل يشوف الحلقه اهم حاجه يدعم الحلقه بالاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ل 2000 مشترك في وقت قصير. طبعا ده مش صعب على جماهير النادي الاهلي. ما تنساش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.